تعالوا نبدا النهارده التطبيق العملي للدينتال فوتو اديتنج. اول خطوه مهمه جدا نعملها بعد ما ننقل الصور اننا نحطها في فولدر خاص بالبيشنت، وبعد ما نصفي الصور اللي هنحتاجها هنسميها بالزوايا بتاعتها، والفولدر الاخير ده هنسيف فيه الصور بعد الايديت، وده بيخلي الشغل متنسق ومترتب صح. اول ما نفتح الفوتوشوب هنضيف الصور بتاعتنا عن طريق اننا ندوس اد ان ايمج وندور على الفولدر اللي فيه الصور ونختار الصوره اللي هنعمل لها اديت، او نيو فايل ونختار الصوره برضه، او الطريقه الاسهل نفتح الفولدر نفسه ونعمل دراج اند دروب جوه البرنامج. بعد ما الصوره تضاف دي واجهه البرنامج، على الشمال التولز اللي بنستخدمها في الايديت، وفوق شريط المهام، وعلى اليمين الصوره او اللايرز الموجوده. الفوتوشوب هو برنامج بيتعامل باسلوب اللايرز واللي هنفهمه مع بعض قدام ان شاء الله. قبل بدايه الشغل بنشيل اللوك عن طريق اننا بندوس عليه مره واحده عشان يسمح لنا بالتعديل على الصوره، وبنكون دايما على الموف تول اللي الشورت كات بتاعها حرف الفي. ولو فرضا الصوره اتحركت او عملت اي حاجه غصب عنك بتدوس كنترول زد بيعمل تراجع. عشان نعمل زوم ان للصوره لو كانت بعيده بندوس الت وسكرول اب بالماوس، وزوم اوت الت وسكرول داون، او عن طريق تول الزوم اللي الشورت كات بتاعها حرف الزد. كليك شمال هتعمل زوم ان، والت مع كليك شمال هتعمل زوم اوت. والهاند تول اللي اختصارها اتش بتساعدنا نحرك الصوره عشان نوصل لاجزاء مختلفه منها من دون ما تاثر على الصوره الاصليه. نرجع تاني للموف تول. ده كان فيديو تعريفي بسيط بواجهه البرنامج واللي احنا داخلين عليه. هسيب لكم برده شويه ملاحظات في الكابشن، وهنكمل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، فخليك متابع عشان يوصل لك كل جديد.